تفنن، تنعم، تلذذ بالدعاء. يعلم الله أن البعض في هذه الدنيا متعته بالدعاء والقرآن والصلاة. عندما أقول متعته لا أعني الأجور، لا أعني الثواب. يستمتع بالدعاء والقرآن كاستمتاع الناس بالطعام والشراب والنساء. بل يقول أين هؤلاء أهل الدنيا مما أنا فيه؟ وخواص المؤمنين ينتظرون هذه الأشهر الثلاث، يتألقون فيها. كيف الشاب ينتظر ليلة الزفاف، يوم العقد، المؤمنون ينتظرون هذه الأشهر الثلاث للتفنن في أنواع الدعاء. هناك عبارة ولعلها رواية أن الربيع المؤمن الشتاء. الشتاء ليس بربيع، ولكن ربيعه الشتاء. لماذا؟ يقول طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. المؤمن عينه على التوفيق. الشتاء ربيعه. مكة والمدينة وكربلاء وغيرها هذه عواصمه التي يسافر إليها. والصيف على الأبواب، أقولها قربة إلى الله عز وجل. هذه الدريهمات التي جمعتها طوال العام اصرفها في زيارة هذه المشاهد. المال ينفذ ولكن الأجر يبقى. تذهب يمينا شمالا، أعلى الجبال في أسفل الوديان. هذه متع تنتهي محللة، ولكن فرق بين عمل يبقى أثره وبين عمل لا يبقى إلا صور في جهازك. حاول أن تستثمر للباقيات الصالحات. إذن هذا أيضا مما نطالب فيه في هذه الأشهر المباركة.